ايه اللي يجبرك انت تروح الساحل بترجع تعبان نفسيا؟ لو تكون بقى مفكر نفسك ايور وناصح وهتقوم رايح بقى الساحل، خلاص كده خلصت بالشاليه، خلاص كده الموضوع انتهى. لا يا حبيبي، الموضوع ما انتهاش. مين اللي قالك الموضوع انتهى؟ كل ما تحتاج تخش قرية محتاج تجيب وسايط الدنيا كلها، وتقعد انت وسبعة اصحابك كلكم ماسكين الموبايلات عشان تجيبوا واسطة. يعني انت دخلت الساحل مش خلاص كده؟ ما خلصتش. انا انجلط لما ببقى بشرب ازازة مية عارف ان هي تمنها 5 جنيه وادفع فيها 200 جنيه. بجد انا هتضايق. لما اجيب منجاية عارف ان تمنها كله ما يجيش 6 جنيه ولا 10 جنيه، والاقي نفسي دافع فيها 300 جنيه 400 جنيه، هتضايق. لما اروح اشرب شاي عشان حطوا فيه تلجتين بقى اسمه ايس تي، تمنه 20 جنيه في اي حته في الدنيا، اقوم دافع لي فيه 200 300 جنيه. وتلاقي اسامي انجليزي اصلا انت ما كنتش تعرفها. يعني انا معروف حمام السباحه، اوكي يا عم احنا عرفنا بول بالعافيه، بقى اسمه لاجون. ما انا ما صدقت عرفت اقول بول، كنت بقولها بول. بول دي كوره، ما صدقت بقيت اعرف اقول البي الخفيفه بول. انا رايح البول، بقى اسمه لاجون. خلصنا من البول طلع لاجون. الغني فيه اللي اغنى منه، واللي اغنى منه فيه اغنى منه، واللي اغنى منه. تروح هناك بتحس ان انت بعيد قوي، والله تروح ترجع معقد. ايه يا عم ده؟ اتعصبت انا شويه صح؟ بس انا اعمل ايه طيب؟ بجد يعني هناك العيشه صعب.